ليه؟ عارف ليه؟ لان راجل. ماشي. بس لان ما بحبش حد يتدخل في عملي، ولا احب حد ابقى تحت قيادته، ولا احب حد ياثر عليا، لا نادي ولا اتحاد. دي المشكله الكبيره. كان بيجي لك تليفونات مثلا عشان يتاثر عليك وانت كنت ترفض؟ في ضغوط كتيره جدا بتكون على رئيس لجنه الحكام، خاصه لما يكون مصري، عشان يرضى لضغوط معينه. خد بالك، بقول لك من الاخر الكلام، من الاخر ما حدش يقدر يقوله. طيب اكمل. بيحاول يسيطر عليه. كانوا عايزين يسيطروا عليك. انا بقول لك بشكل عام على رئيس لجنه الحكام، ولكن لما تبقى تمشي بما يرضي الله، واضح ان ما بينفعش في الايام دي. اكمل بقى بقيه السؤال. لما كنت حضرتك موجود رئيسا للجنه الحكام، كنت محل انتقاد كبير بالنسبه للجماهير، وكان في مطالب. بص يا ابراهيم، اديني اجابه يا كابتن عصام. انا دلوقتي بره القصه، تمام، ومش راجع للقصه تاني. ما انا فاهم يا كابتن عصام، اديني اجابه. انا للاسف، لان الناس كتيره، ما اقصدش بقول ما بيفهموش، ناس كتيره تجهل يعني ايه تطوير التحكيم. يلا يا جهله، جاتكم القرف، مليتوا البلد مش عارفين يعني ايه تطوير تحكيم، مش عارفين يعني ايه احتواء وراء بروتوكول. معلش يا كابتن عصام، خليك في الامارات، خلاص انا فهمتهم غلطهم، عرفتوها. جاتكم القرف، مليتوا البلد. الزمالك وما بين اتشيمبونج، اللي من خلالها اللي هو بيعلن التنازل عن كل مستحقاته للراجل قبل ما يمشي، وبعد كده ابتدى الكلام ان المستندات ديت ما اتبعتتش للفيفا، وبالتالي الفيفا خد قراره ان اللعيب قال ان انا مضيت عليها تحت ضغوطات. اما اتسأل خصوصا ان كان في جلسة استماع بالنسبة لأتشيمبونج، واتقال برضو ان كان في جلسة استماع المفروض كان يحضرها مندوبين من نادي الزمالك علشان يوضحوا موقفهم. فاللي حصل ان أتشيمبونج هو اللي راح وهو اللي اتكلم. المندوبين اللي المفروض يروحوا من نادي الزمالك تخلفوا عن حضور الجلسة، وبالتالي الراجل ابتدى يشرح بقى ويقول الكلام كله من وجهة نظره. برضو اتقال ان الراجل يعني ابتدى يتراجع بقى حبة حبة، وابتدى يقول انا اتضغط عليا علشان امضي المخالصه دهيت، وابتدت الناس تتكلم في حته طبعا اصحاب القرار والمحكمه الرياضيه على اساس ان الراجل ازاي يتنازل عن مبلغ كبير كده من مستحقاته. هو تمت اعارته في فتره من الفترات 6 اشهر، فالوضع الطبيعي انه ممكن يتنازل عن الفتره اللي هو لعب فيها، وان النادي اللي راح له هو اللي يتحمل الراتب في الفتره دي. لا بركات، انا عايزك تجمد كده، انت هتعيط من اولها. ده لسه الفلوس بتاعت بعد الشمبونج خالد بوطيب، ولسه في الغرامه بتاع مساعدين جوز خالتي فيريرا واللي كبيره. ده فرج عامل رفع الزمالك قضيه. لا اي حد يرفع الزمالك خلي بالك لا تقع عليك.